بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. نفكر ربي السر اللي سر يرنو ياون ثلاثة السر إن شاء الله ينتبغى ميقضى أين تقعد ميقضى. نفكر ربي الخير وانت خير. نحفظ ربي إن شاء الله من كل بلاء، يحفظ ربي ثمورتنا إن شاء الله من كل سوء، وذي نصر ربي أثمثنا ذي غزة ذي فلسطين نصرا مؤزرا. يفكر ربي الشهادة وقذي يموثن، نسأل الله أن يتقبلهم الشهداء وأن يرزق الجرحى والمرضى الشفاء. ذي جفر ربي إمضان ذي نجراح، وأن يرزق الأحياء الثبات في أرض الرباط. الأبعاد الخمسة للطريقة الرحمانية. تفضل الأساتذة جزاهم الله خيرا بإبراز الوجوه المشرقة للطريقة الرحمانية، فما ذكر هو من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. أحاول في هذه المداخلة المعتصرة أن أبرز هذه الأبعاد الخمسة في تاريخ الطريقة الرحمانية. هذه الأبعاد جذرها المؤسس الرائد سيدي محمد بن عبد الرحمن الفلسي عفو ربي، وانطلقت من هذا المهد من العرش ناس اسماعيل أندن الله كثورا. من بعد تفكا زورانيس امتدت جذورها على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي، فالبعد الوطني تجلى والبعد العالمي واضح، وأكمل رسالته مريدوه الأوفياء. أكملان الله يبارك ذي ذرار جبال من العلم والمعرفة اللي تذكروا بسم الله ما شاء الله. سيدي عبد الرحمن باش ترزي ذي ونسك ذرار مقرانا جبل في العلم والوفاء والرجلة، خطر الرجولة مقصد من مقاصد هذه التربية الروحية التي خطط لها ومنهجها مؤسسها الرائد كما سيأتي البيان. من فذرد الشيخ عبد الرحمن باش ترزي، من فذرد الشيخ المهدي السكلاوي، من فذرد الشيخ محذوالي السحنوني، من فذرد الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن باش ترزي. أسماء لامعة سجلت حضورها الفعال في عديد مناحي الحياة. قلنا بأن الكلام سيكون مختزلا معتصرا، لذلك أركز على هذه الأبعاد بشكل سريع. أبدأ بالبعد الأول وهو البعد العلمي، لإبراز أن هذه الطريقة كان منطلقها من العلم الشريف من الكتاب والسنة. وقد كان مشايخ الطريقة الرحمانية يعلمون فضلا عن تعليم الوحي الطاهر كتابا وسنة، يعلمون علوم الشريعة، يعلمون علوم الآلة، وهذا أمر دلت عليه شهادات متواترة للمؤرخين اعتمادا على المنهج التاريخي والاستقرائي الذي أبرز هذا الحضور العلمي من قبل الشيخ الرائد وكذلك من قبل مريديه. إذن طريقة رحمانيث الساسيس غف ثموسني، الساسيس غف العلم الشريف.
حينما نتحدث عن العلم الشريف الحمد لله تلك الزوايا كما تفضل المشايخ جزاهم الله خيرا الكثيرة المنتشرة وطنيا ودوليا تولي العلم الشريف اهتماما بالغا. أكتفي بهذه الإشارة. نعود إلى البعد الثاني وهو البعد التربوي. ميلة مسنيث لا القراية لا الساسيس ذو تصرفقا من وظائف النبيين والمرسلين التزكية. في سورة الجمعة الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا كان العلم ينصرف إلى الرؤوس فإن التزكية تنصرف إلى النفوس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الطريقة الرحمانية اعتمدت منهجية دقيقة عميقة مستوعبة للنفس البشرية. أعقد ما خلق الله في الإنسان النفس. لا يعرف مكنونات النفس إلا الخالق جل جلاله، والآية واضحة: ونفس وما سواها. أول جريمة وقعت في الكون فوق هذه الأرض سببها النفس، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. أول جريمة وقعت فوق الأرض قتل قابيل لهابيل، سبب هذه الجريمة الأولى النفس. وفي قصة يوسف الآية 18 قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لذلك وفق الله رائد الطريقة الرحمانية ومريديه الأوفياء لتبني منهجية دقيقة جدا في زرع القيم التربوية المحققة للتوازن الإنساني التي تؤهل الإنسان للارتقاء في مدارج الكمال البشري من خلال وسائل، والوسائل كما تعلمون مشروعة، من خلال وسيلة تسمى العهد، الميثاق. كان أجدادنا يحدثوننا عن كلمة الميثاق، وطبعا الميثاق كلمة وردت في القرآن الكريم، وقدر الله أن يذكر الله الميثاق في موضع النبوة كما ذكرها أيضا في موضع آخر. إذن العهد الميثاق وسيلة تربوية لترسيخ القيم التربوية. هناك وسيلة أخرى تسمى بالتلقين. التلقين المرافقة التطبيقية العملية للمريدين من أجل استيعاب تلك الأبعاد التربوية والقيم الأخلاقية. كذلك هناك وسيلة أخرى الورد، وجمعها أوراد كما تفضل الشيخ الحسين ببيانها، وقبله الشيخ عبد الرحمن والمشايخ الذين تحدثوا قبلي جزاهم الله خيرا. إذ هذه وسائل تربوية. وكذلك الوصية، هذه أيضا طريقة منهجية تربوية تمكن الشيخ من ترسيخ القيم التربوية ومن توريثها. كي يقولك الشيخ يجاد الوصايا حبس ومن يكفى ووال. الوصايا الشيخ أريد زميرة يرزيوان فيه وصايا، كما من هذه الوصايا التي يقدمها الشيخ الرائد المؤسس وغيره من المريدين، كأن يقول أحدهم لمريديه يقول لهم: لا تلتفت إلى نظر المخلوق إليك
فيشغلك عن الالتفات إلى نظر الخالق إليك. ووصايا عن الزهد، ووصايا بالكتاب، بالتمسك بالكتاب والسنة، والتزام العبادات والطاعات والقربات والأذكار إلى غير ذلك من الوصايا الجليلة التي نقرأها في بطون الكتب وفي الوثائق المختلفة. فهناك وثائق ناطقة بالحقائق. العديد من مصادرنا ترجع إلى الوثائق القديمة، فالوثائق ناطقة بالحقائق. إذن هذا عن البعد التربوي. البعد الثالث هو البعد الاجتماعي. حينما نقول الاجتماعي، معنى الطريقة الرحمانية احتوت المجتمع، كانت خادمة للمجتمع، كانت حاضرة في عمق المجتمع من خلال التكافل الاجتماعي، من خلال تمثل قيم التعاون كما قال ربنا في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى، كما قال ربنا في سورة الحج الآية 77: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي سورة البقرة الآية 148: فاستبقوا الخيرات. هذا الاستباق إلى الخيرات وفعل الخيرات والعمل الصالح، وكل ميسر لما خلق له. كل ذلك تمثلته الطريقة الرحمانية واقعيا. ذي المحال دفض يوني اللوز، أما ذا مغفون، أما تجال، أما ذا وجيل، أما ذا موضين، ذي المحال، أما ذا مسفريذ أبناء السبيل، محال على وجه القطع واليقين ما كانش اللي جوع. الفقر عالجته الطريقة الرحمانية بأساليبها التي تستحق منا الآن أن ندرسها لاستنباط ما يجب أن يتخذ من وسائل في هذا الزمان من أجل القضاء أو معالجة ظاهرة الفقر وما ينتج عنها من آثار من جريمة وانحراف وغيرها، وتفكك أسري وتفكك اجتماعي. البعد الاجتماعي حاضر بقوة في الطريقة الرحمانية. ومن فروع العمل الاجتماعي العمل الإصلاحي، بمعنى زوايا الطرق الرحمانية كانت مأوى للخصوم والمتنازعين. وين يسعى هور هذه روح ثمامرين، أما ثمامرين سماثة، أما ثمامرين الطريقة الرحمانية يكفرون ثلوفا سالخير استيزط ولا شهور أورنسعي في فراث ذي زيك ميروح نذفرون ثالوث قارن نرزد في اللون أنفنوين يهدن أنجفرين يرزن أنزيز ديولاون مزديث ولاون أذ شبحن وذماون. طريقة الرحمانية من خلال مريديها وشيوخها كانوا يشرفون على مجالس الصلح، والصلح كما قال ربنا: والصلح خير. إذن هذا أمر تجلى بوضوح في تاريخ الطريقة الرحمانية المشرق. البعد الاجتماعي. البعد الرابع هو البعد الدعوي. ما أحوجنا نحن في هذا الزمان لدراسة المنهج الدعوي الذي اعتمدته الطريقة الرحمانية، منهج منطلقه الآية 143 من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جذرت الوسطية والاعتدال من خلال الدعوة إلى الله، كما قال ربنا في سورة النحل الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن. أفريد دنجار الطريقة ثرحمانيث ذوين يعني أنا فريد الدعوة إلى الله تساوي إمذانا سافريد نسلامة وثكين داما أتزرع الحمالة نربي ذقولاون أتزرع السيرم ذوي قاذي يعصان. سمعنا في المحاضرات كيف كان المريدون يركزون على المنطلق التوبة. نعم، الطريقة الرحمانية لا تزرع اليأس في قلوب العصاة، بل كما قال ربنا جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الطريقة التي تزرع الأمل لا اليأس، الأمل الذي يدفع إلى العمل. البعد الدعوي بالوسطية والاعتدال تجلى في تاريخ هذه الطريقة الرحمانية. والبعد الأخير البعد الجهادي. تحدث الشيخ الحسين جزاه الله خير عن الجهاد بنوعيه الأكبر والأصغر، فقد كفاني طول الحديث، لا أتحدث عن هذا الموضوع، فقط أشير إلى نقطة. أتدركون إخواني أخواتي بأن فرنسا بعدما أدركت خطر الطريقة الرحمانية في بعدها الجهادي، في بعدها المقاومي، تزرع المقاومة في الروح انطلاقا من الوحيين من الكتاب والسنة، أدركت خطورتها، ثم لاحظت بأن الثورات أو المقاومات داخل الوطن الجزائري أو خارج الوطن في تونس مثلا، هذه المقاومات روادها من الطرق الرحمانية التي الشيخ الحداد والحاج عمر ولا لفظ منسومر، الرجال والنساء كلهم. أتدرون ماذا فعلت فرنسا؟ أصدرت من خلال الحاكم العام الفرنسي سنة 1847 منشورا خطيرا جدا. هذا المنشور الصادر سنة 1847 من مقاصده الكبرى إحكام القبضة على الزوايا الرحمانية بالذات وعلى مشايخها من خلال أعمال كثيرة: التضييق على نشاط الزوايا والتضييق على نشاط المريدين، وكان القهر وكان الاستبداد وكان الطغيان وكان النفي وكان الإغراء. أقف عند هذه النقطة، والحديث عن هذه النقطة طويل. إذن هذا المنشور الخطير أصدرته فرنسا من خلال الحاكم العام من أجل التضييق على نشاط الطريقة الرحمانية والتضييق على روادها ومريديها. كل ذلك حصل في التاريخ، والتاريخ أستاذ شاهد. الخاتمة: ما هو واجبنا؟ واجبنا أن نعرف قدر الرجال، فلا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. واجبنا أن ننصف التاريخ، والتاريخ معلم شاهد. واجبنا أن نرث هذا الميراث المعنوي العلمي التربوي الاجتماعي الدعوي الاجتهادي، أن نرث هذا الميراث بكل مكوناته وأن نعمل على نشره، وبذلك نحقق خلقا عزيزا في حياتنا وهو خلق الوفاء. شكرا لكم.